السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة إيمي البساطة والجمال، أتمنى من الله أن تكونوا في أحسن الأحوال وفي أحسن الأيام وتكونوا بصحة وخير وسلام. ومن يمر بكرب أو هم أو حزن، اللهم يسر أمره وفك كربه ويحسن ما بين إيديه ويجعل أيامه سعيدة ويهديله العاصي اللي مبكيه أو محزنه، ويجعل أهم حاجة اللي في إيده كتير في الأيام الصعبة دي، اللهم أمين. وفيديو النهاردة فيديو أنا طلعت بيه لأني سمعت من قناة مشهورة جدا وليها متابعين كبار جدا. قالت كلام غريب، فأنا طالعة أرد على الكلام الغريب اللي سمعته في قناتها، وأنا من المتابعين اللي بتابعها طبعا في قناتها. قالت إيه بقى الست هند في قناتها، وانا مش هقول هند مين لان هي ليها متابعين كتير جدا. قالت اللي عايز يبعد عن الطاقة التوكسيك او السلبية اللي في حياته، من ضمن الطاقات السلبية قالت حاجة غريبة كده. قالت ان الناس اللي بيتصلوا بيكوا يشكولكوا كل شوية، يشكولكوا ابني عيان، ابني مريض، جوزي مبهدلني، حماتي عاملة فيا، دي تبعدوا عنها خالص نهائي، لان دي طاقة سلبية بتقرفكوا وبتتعبكوا في حياتكوا، فدول لازم تبعدوا عنهم نهائي. تصوروا تصوروا فعلا، يعني هي قالت كده والله بالنص. قالت ان دي من الطاقات السلبية، وان انتوا لما حد يشكلكوا تبعدوا عنهم ومتحاولوش تقربوا منهم، ولو اتصلوا بيكوا تجاهلوهم. يعني انا مش طبعا يعني مش عايزة اضحك، لان لو الناس هتعمل كده في اي حد هيفضي معاها، هيرتاح لها. الناس دايما لما بتشتكي يا جماعة بتدور على مين تشتكي له، القلب اللي يطبطب والقلب اللي يحنن والقلب اللي يحسسك ان هو مرتاح لك مرتاح لك. فلما يتصلوا بيك ده انت تشكر ربنا وتحمده قوي. مم؟ تحمد ربنا قوي 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 ان في حد عبرك واتصل بيك يشكي لك همه، ده انت في نعمة. اولا هتاخد ثواب، لو انت استخدمت الاسلوب معاه صح انت بتاخد ثواب. امال احنا مسلمين ازاي؟ لما حد يتصل بينا افهم الاول هو بيتصل بيك ليه. عشان هو ممكن يكون شايفك مخك احسن من مخه، اذكى من مخه، فتقدر ان انت ايه مثلا تحلله مشاكله. يعني تقول له مثلا ايه، اعمل كذا كذا كذا. او شايفك اطيب، يعني طيب حنين، لما هيشكي لك همه هتطبطب عليه، هتمسح دمعته، هتقول له معلش، طول صبرك. او لسانك حلو هتعرف تدعي له، هتعرف تقول له اللهم يسر امرك، اللهم فك كربك. شايفك لسانك حلو فهو بيشكي لك للاسباب دي. عرفت بقى هو بيتصل بيك ليه؟ الإنسان اللي بيشكي مشاكله، اعرف كده إن هو بيشكي مشاكله بينقص نفسه. الإنسان اللي بيشكي مشاكله بينقص نفسه. هل هو بقى بينقص نفسه مع إنسان خسيس، مع إنسان واطي، مع إنسان قليل الأصل؟ لا طبعا، هو بيختار الإنسان اللي يرتاح له. ما ينفعش ابدا من الدين والاسلام ان انا اكسر بخاطره ويجي يرن عليا اتجاهله عشان قال هو ايه توكسيك. لا، مش دول الناس التوكسيك يا ايمي، مش دول يا حبايبي الناس التوكسيك والله. ده دول الناس دول بالذات بناخد فيهم ثواب. امال مين بقى الناس التوكسيك؟ انا هقول لكم. الناس التوكسيك هم الناس الطاقة السلبية اللي بيحبطوا، اللي يقعدوا ينتقدوك ويقرفوك، يبقوا شايفينك مميز ولازم نهد في اللي جابوك. هم دول الناس التوكسيك اللي شايفين كل حاجة فيك وحشة مش شايفين فيك حاجة حلوة أبدا، لا شكلك ولا لبسك ولا كلامك. إن عملنا أي حاجة ايه الوحش في الموضوع ونظهره لها عشان، او نظهره له عشان نخليه يعني يحس بالنقص، يحس بانه مش مميز، هو فاكر نفسه واو. لا، احنا هنخليه تحت رجلينا. ده اول سبب في الناس التوكسيك. وتاني سبب الناس الحسودين اللي هم دايما يحسدوا في الواحد ايه يا عم ده انت مبسوط، ضحك على وشك على طول. ايه يا عم ده انت عليك، ايه يا عم ده انت عليك روح، مش حاسس بحاجة.
يا بختك يا عم، ايه العربية اللي انت راكبها دي؟ ما انت مش قد ده انت مفيش حد قدك. مفيش تسمية، مفيش اللهم صل على النبي، اللهم بارك، اللهم احسن ما بين ايديك، مفيش. اديك في الوش على طول، اديك في الوش، وتيجي بقى تتحسد. يقول لك ايه بعد ما تتحسد بقى وارتاح نفسيا ان انت اتحسدت؟ يقول لك ايه؟ انت هو انت هتتحسد على ايه؟ وانت فيك حاجة مميزة عشان الواحد يحسد فيك؟ ما خلاص وصل بقى للهدف بتاعه. دول بقى تاني سبب للناس اللي هم توكسيك، اللي المفروض السلبيين اللي احنا نبعد عنهم، اللي هم الحاسدين، اللي كل ما يشوفوا الواحد يحسدوا فيه وي وي ويحاولوا انهم يعني عينهم تصيبه عشان يحسوا انه بانتصار شديد. دول الناس التوكسيك، تاني سبب من الناس اللي المفروض نبعد عنهم. تالت سبب بقى في الناس التوكسيك، الناس اللي يقعدوا ما يعني ايه بقى، دي مهمة قوي ان انا افسرها لكم. ان انت بتبقى عارف انه مبسوط ومعاه فلوس، وكل يوم يتفسح، وكل يوم يسافر، وكل يوم يخرج، وكل يوم مبسوط، وكل يوم متهني، وما عندوش مشاكل، واول ما يشوفك يقولك ايه؟ والله العظيم انا كنت بعيط امبارح، ده انا مش لاقي اكل. وانت عارف انه مرتبه فوق ال10,000 مثلا، او عارف انه عنده ورث يخليه عايش مرتاح، او مثلا ولاده طيبين معاه جدا وحنينين جدا ولطاف جدا، ويجي يقول لك ده ولادي يا اخي يا ساتر بالعيال بلا زفت. ده من الناس التوكسيك اللي هو عندهم خير كتير وبينكروه، بينكروه علشان قال ايه؟ ما يتحسدوش. لا، مش دي بقى الطريقة اللي نستخدمها عشان ما نتحسدش. مش دي انتوا بتدخلوا الدنيا ببعض، انتوا بتلخبطوا الدنيا. او مثلا كمان من الناس التوكسيك، غير الناس اللي بينكروا الخير اللي عندهم ودايما يذكروا لك الحاجة الوحشة، الناس اللي انت احسن منهم، اللي هم احسن منك سوري، ودايما يقولوا لك ايه؟ يا عم ده انت احسن مني، يا عم ده انت افضل مني، يا عم. ده بقى بيحسدك برضو بس بطريقة غير مباشر. ليه؟ بيخزي العين عنه وبيديها عليك انت. ده برضو من الناس الوحشة. انت شايفني ان انا مثلا ظروفي اقل منك، شايف ان انا عندي مشاكل اكتر منك، وتقعد لما مثلا تيجي اكلمك تقول لك يا عم ده انت احسن مني، يا عم ده انت مش عارفة ايه. انت بتحسده يا عم بطريقة غير مباشر، يا ذكي انت يا لئيم. والله يعني في حاجات في المجتمع انا شخصيا نفسي اعمل لها ابادة ابادة، لان الواحد تعب مش كده. الرحمة حلوة كفاية. الظروف الاقتصادية والله كفاية على الواحد قوي قوي انه يفكر فيها. من الاخر بقى، هو ده الناس السلبيين اللي المفروض نبعد عنهم. اما اللي بيشكلنا، دول شايفين عندنا رحمة، عندنا احتواء، عندنا عقل، عندنا ذكاء. ومش من الدين الإسلامي أبدا إن احنا نكسر خاطر الناس دي. بالعكس، احنا نساندهم وندعمهم، وإن قدرنا كمان نحل مشاكلهم يبقى زيادة فضل مش نسمعه بس. لازم نستخدم الدين مش في مظهرنا، دي حتى أحمر، دي لابسة ضيق، لأ. الدين تعامل يا حبايبي، الدين تعامل للمسيحي والمسلم. الدين تعامل وليس مظهر. انسوا المظهر وفكروا بس في الجوهر. وشكرا للاستماع، بحبكم كتير كتير كتير.